3 سنوات نزلت اشتريت بيت والزواج. المهم الحرمه اللي انا خطبتها ديت دخلت عليها بعد 6 شهور. جيت يوم الدخله برفع الطرحه. وش سويت؟ ليله الدخله بقى ايوه جيت ارفع الطرحه لقيت حرمه غير اللي انا متكلم عليه، حرمه تانية خالص. طيب يعني كنت خاطب واحده ما شاء الله جميله. طيب دي جيت لقيتها ما شاء الله قبيحه الى ابعد الحدود. غيروها لك يعني؟ اعمل ايه؟ طبعا كنت هموت من الغيظ. غيروها لي، امال مش غيروها لي ده نصابين يا عم الحاج. ليه بقى؟ لان انا ما اتعلمتش وادوني الاميه دي، فالتانيين كانوا متعلمين. ايوه جاي يبغوا يمشون الاميه الحين. مشون الاميه دي. الصباح وليله الصباحيه ديت وابويا جايين بقى بيصبحوا فيه، شافوا الحرمه جالهم وهم، جالهم ذهول، جالهم جلطه. هي دي يا ابن الحرمه اللي احنا اتكلمنا عليه؟ قلت له دي اللي حصل، دي اللي موجود. مشي ايش نسوي؟ المشكله بقى ان الحمد لله يعني بعد الاسبوع الاول بقى كنت هموت من الغيظ. كنت يعني اسبوع كامل يعني راسي تعبتني. بس دخلت عليها اسبوع كامل؟ دخلت على اسبوع كامل، ما دخلت بها هي معايا في البيت من زعل يعني. بس ما صار بينكم شيء؟ ما صار بيننا شيء لغايه ما ايه خضعت للامر الواقع. وصل الواصل. وصل وخلاص ودخلنا بالموضوع. وشوف الجمال فعلا جمال الطبع. يا سلام. حصلت حرمه كانها جايه من الجنه. لا اله الا الله. قسما بربي واللي رفع السماوات وخفض الارض. اما تيجي بتصحيني من النوم بتبص صوابع قدمي صابع صابع. وانجبت الحمد لله بنات طلعوا شكلاني. الحمد لله انهم طلعوا شكل عشان يتزوجوا. هذا اللي صار. ما حد يعرف بالسر دي الى الان من 30 سنه. انا وابويا وامي وانتوا الان. فضحت انت. شفت المقطع عظيم. بس ربنا كرمني اخر كرم، طلعت اخلاقها عاليه الحمد لله. يعني هي باقي موجوده الان؟ باقي موجوده. اما اولادك؟ اولادي وماسكه كمان سيده اعمال ليها محل تجاري. يا سلام. وسبحان الله يعني بتبيع وتشتري احسن مننا، لان اللي بيخش عليها بيخاف. بيدفع على طول. اللي بيخش والله بيدفع على طول. قويه. حاجه اسمها بتاع شراء او بيع اجل، كله كاش على طول. يعني كويس توفقتها والله. ايوه الحمد لله. يعني بفضل ربي. يعني لو كانت جميله ما كان شفت خير. الحرمه الجميله دي شيء سيء. على الاقل بتخلي عينيك في وسط راسك، كل شويه حد بص لي، حد غازي لي، حد مش عارف. انما الحرمه